وسيناريو الاحتفالات في مدينة ميلانو هذا المساء. إليك غازي. تحياتي لك زميلي محمد، تحية للكباتن في الاستوديو ولكل مشاهدي قنوات أبو ظبي الرياضية. كما ذكر أسامة، الأجواء في الملعب استثنائية خارقة للعادة، أجواء بالفعل احتفالية. منذ ساعات الصباح الأولى وصلت جماهير إنتر إلى محيط الملعب، تشعر بفرح كبير، بفخر كبير بهذا الفريق كما أخبرونا من مختلف مناطق إيطاليا، من مختلف أنحاء العالم أيضا وصلوا لمتابعة هذه المباراة. التقينا بمشجعين للإنتر وصلوا من أمريكا الشمالية، وصلوا أيضا من الصين، من أستراليا، من الخليج العربي، من شمال أفريقيا، من كل تقريبا بقاع الأرض يتواجدون اليوم للاحتفال بهذه النجمة الثانية واللقب التاريخي، خاصة أنها المباراة البيتية الأولى لإنتر هنا في سان سيرو بعد أن توج في الأسبوع الماضي صحيح على نفس هذا الملعب، ولكن المباراة كانت محسوبة على أرض ميلان. نتحدث بعض الأمور السريعة المتعلقة بهذه المباراة. إنتر لديه سجل رائع أمام فريق تورينو في آخر 9 مباريات، انتصر في 8 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، وبالتالي يعتبر إنتر في طريق مفتوح دائما عندما يلعب أمام تورينو. اليوم مباراة بأجواء مختلفة، ربما يدخل اللاعبون برغبة تأكيد هذه الفرحة وإعطاء الجمهور فرحة مضاعفة اليوم، خاصة أن الاحتفالات ستكون في مدينة ميلانو انطلاقا مباشرة بعد المباراة، وصولا إلى ساحة الدومو لمدة 5 ساعات متتالية ستتجول الحافلة الخاصة بفريق إنتر في شوارع ميلانو. مسألة أخيرة محمد، كان هناك حديث في الصحافة الإيطالية عن إمكانية وضع إنتر لشعار العلم الإيطالي على قميص فريق النيراتزوري كونه توج بلقب السكوديتو، ولكن صدر تصريح وتصحيح من قبل الرابطة الإيطالية، أعلنت أن إنتر لا يمكنه وضع هذا الشعار حتى الأول من يوليو القادم، لأن فريق نابولي حسب لوائح الاتحاد الإيطالي سيبقى حامل اللقب حتى يوم 30 من يونيو. إن شاء الله مباراة تكون كبيرة، سنستمتع بهذه المباراة، وما بعد هذه المباراة إن شاء الله في تغطية خاصة للاحتفالات على مدار هذا اليوم. محمد، إليك.